السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير يا رب. زي ما حضراتكم شايفين كده، النهاردة إن شاء الله هنعمل من نص كيلو دقيق كمية حلوة جدا من العيش. زي ما انتوا شايفين بالبياض وبالجمال ده، ريحته كانت قلب البيت كله بيتفتح. بصوا الجمال يا جماعة، مفيش كلام بعد كده. أنضف وأوفر وأحلى 100 مرة من العيش اللي بنشتريه من بره. طبعا حضراتكم تقدروا بقى تضاعفوا الكميه وتعملوا كميه اكبر كمان من اللي انا عاملاها. هنا بقى كنت بعمل سندوتش حلو كده مع كوبايه شاي. مش قادره اقول لكم، العيش يتاكل لوحده من غير حاجه. العجين في البيت خير يا جماعه، حتى لو هتعملي كميه قليله لاولادك هتفرحيهم، وهتحسي انك طلعتي الطاقه السلبيه كلها في العجين ده. بصوا انا بفتح لكم رغيف تاني بوريكم قد ايه هو من جوه بيتفتح، مش ملزق في بعضه. وده كمان الحجم الصغير اللي انا عملت واحد بس بالحجم ده. حبيت اوريه حضراتكم ان انتوا تقدروا تعملوا كمان كميه اكبر من نص كيلو دقيق. نفس النص كيلو هيعمل لكم كميه اكبر من اللي انا عملتها لو عملتوه بالحجم الصغير ده. حجم اللي انا عاملاه ده اللي هو بتاع سندوتشات الفول والطعميه، انا عامله حجم اكبر شويه. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، النفخه بتاعه العيش. تعرفي العيش بتاعك ناجح ولا لا لما ينفخ ويقب معاكي في الطاسه كده. وكمان انا عاملاه في الطاسه مش في الفرن، يعني مفيش اسهل من كده. تسويته ما بتاخدش دقايق يا جماعه، دقايق بالظبط. كل الحكايه هنجيب نص كيلو من الدقيق، ونكون طبعا نخلينه. دقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا. هنحط عليه معلقتين كبار من السكر، كيس من الخميره الفوريه او بما يعادل معلقه كبيره. هنحط معلقه صغيره مليانه من الملح. وهنا بقى انا حاطه معلقتين ونص او 3 كمان من القشطه. القشطه دي واخداها من وش اللبن، تقدري تستبدليها بنص كوبايه من الزبادي عادي جدا، وكوبايه من الميه الدافيه. طبعا الدقيق بيختلف من نوع لتاني، انا حطيت مبدئيا كده كوبايه، ولو العجينه ما لمتش واحتاجت اكتر هزود حسب نوع الدقيق. فما تلتزميش قوي بالميه اللي انا حطيتها، ممكن الدقيق بتاعك ياخد ميه اكتر او ميه اقل. انا هنا استخدمت العجان، طبعا حضراتكم تقدروا تعجنوا بايديكم مفيش اي مشكله، بس انا تيسيرا ولان ايدي بتوجعني فاستخدمت العجان. جبت برضو ميه دافيه وابتديت انزل بيها تدريجي لغايه ما العجينه بتاعتي تلم معايا. عجينه العيش ما بتبقاش عجينه يابسه وناشفه، لا، عجينه لازم يكون فيها نسبه تلزيق علشان العيش بتاعك ما يطلعش معاكي ناشف، يبقى طري زي ما انا وريته لكم في اول الفيديو. هنا بقى خلاص ابتدت تتلم كده وتتعجن. بنزل هنا بقد ايه، معلقه ونص بس من الزيت. بصوا المقادير قد ايه يا جماعه، بسيطه مفيش اسهل من كده. يمكن مفيش اي حاجه انا اشتريتها من بره، كلها حاجات من البيت. القشطه بس هي واخداها كمان من وش اللبن، ملح والسكر ومعلقه ونص بس من الزيت. نص كيلو دقيق يعمل لك كميه حلوه جدا من العيش. جبت بقى العجينه بتاعتي وجبت مفرش العجين، رشت رشه كده حلوه من الدقيق. واخد بقى العجينه بتاعتي اديها عجنه حلوه قوي 7-8 دقايق كده، عشان اعمل لها عرق وتبقى العجينه معايا ناعمه وسلسه وتديني افضل نتيجه. زي ما حضراتكم شايفين بلم العجينه كده، ولو حسيتوا ان التلزيق اكتر من اللازم، يعني تلزق قوي في ايديكم مش قادرين حتى تعجنوها زي ما انا ما بعجن، زودوا معلقه معلقتين دقيق، مفيش اي مشكله. ببتدي بقى العجينه رايح جاي كده رايح جاي لغايه ما الجلوتين اللي في الدقيق ينشط، والعجينه تبقى معايا ناعمه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعملها كره واحده كده ما شاء الله. بصوا ملسه ازاي بوريها لكم، جميله جدا وطريه خالص، وده المطلوب. بجيب بقى طبق بحط فيه العجينه دي، وطبعا بغطيها وبسيبها تختمر ساعه، ساعه ونص حسب المكان اللي انتي بتخمري فيه العجينه بتاعتك. يتضاعف حجمها بالشكل ده، شايفين بسم الله ما شاء الله على جمالها. ابتدي بقى اهبط العجينه وانزل الهواء الزياده اللي فيها، انزلها بقى كده تمام جدا. مناسبه القشطه اللي انا حطيتها، انا قلت لكم يا اما هنحط 3 معالق قشطه يا اما هنحط نص كوبايه زبادي. طب انا يا ما عنديش لا قشطه ولا زبادي، ما تحطيش وهيطلع معاكي حلو جدا برضو. دي انا حطاها تركه واضافه بتدي لون افتح للعيش وبتدي طعم اغنى، بس مش اكتر من كده. ببتدي بقى اقسط العجينه بتاعتي لكور صغيره بحجم الرغيف اللي انا عايزاه. يعني هنا الخطوه دي يا جماعه بترجع لكم، عايزين حجم الرغيف صغير زي اللي انا عملته في اول الفيديو شفتوه بتاع حجم الفول والطعميه، صغروا الكره عندي اعملوه بحجم الليمونه.
عايزينه رغيف وسط زي اللي انا عاملاه اعمله بالحجم ده، وطبعا لو عايزينه اكبر هتكبروا الكوره، بس هيديكم كميه اقل. ببتدي بقى امسك كوره كوره والفها كده بالشكل ده على ايدي واحطها. ما بياخدش الموضوع ثواني، على طول على طول ما شاء الله بتلاقي الموضوع شغال معاكم والعجينه سلسه في ايدك طالما انتي عجناها ومخمراها صح. حلو جدا. بسيبه بقى طبعا هنا شويه، كنت سايباه شويه، سبته حوالي ربع ساعه وبعدين رجعت لها وطبعا غطيته. رجعت الاول كوره انا شكلتها ده هتلاحظوا، وابتدي افرد بشكل طولي وبعدين بشكل عرضي لغايه ما يكون معايا دوريه حلوه كده وشكلها حلو، شكل الرغيف العادي بتاعنا. ببطط بايدي، حسيتي بتلزق معاكي حطي رشه دقيق زي ما انا عملت، طبعا اساسيه من تحت، وممكن تحطي بقى الرشه من فوق زي ما انا ما بعمل علشان النشابه تجري معاكي وما تقعدش تلزق وتغلبك. بتفردي بالسمك اللي انا عاملاه ده، شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ مش تخين قوي ومش رفيع قوي، سمك وسط عشان الرغيف يطلع مظبوط معاكي. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي الكميه اللي طلعت معايا من نص كيلو دقيق. وزي ما بقول لكم انا عامله الرغيف كبير شويه، يعني انتوا لو عاملين الرغيف اصغر من ده هيديكم كميه اكبر بكتير. دول عملوا معايا حوالي 13 14 رغيف. خلاص سبتهم طبعا يرتاحوا برضو 10 دقايق على ما الطاسه بتاعتي تسخن كده. الطاسه سخنت، حطيت الرغيف بتاعي يا دوب يا جماعه يتشمع من تحت ما ياخدش لون، تروحي قلبه على طول على الوش التاني. خلاص يتشمع اقلبه مره تاني. ليه تعملي كده يا جماعه؟ عشان ينفخ معاكي. لو ما عملتيش كده الرغيف بتاعك هيستوي، هياخد لون من ناحيتين ومن جوه ملزق وش في ظهر في بعضه، مش هينفخ بالشكل الحلو اللي قدامك ده. التركايه دي مهمه قوي في التسويه يا جماعه. شايفين عامله ازاي ما شاء الله؟ وفي المرحله دي بتكوني مهديه النار، نار وسط، يعني في اول ما بتشتغلي في العيش بيكون الطاسه سخنه جدا، بعد كده النار بتبقى وسط. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين الدخانه اللي طالعه ولا ريحه الخبيث بقى؟ خير خير بجد، ربنا يا رب يملأ بيوتنا جميعا بالخير. الرغيف التاني خلاص، بعد اول رغيف العمليه بقى بتبقى سهله، الطاسه بتكون خدت درجه الحراره المطلوبه والسخونيه بتسويلك بسرعه بسرعه جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله. هقول تاني يا جماعه، اول وش يا دوب بس بيتشمع ياخد لون اصفر مش لون ذهبي، اقلب على الوش التاني نفس الكلام، اروح قلباه مره كمان ينفخ معاكي بالشكل الحلو ده، وبكده تكوني متاكده 100% ان هو استوى. تعالوا نعمل واحد تالت كمان مع بعض. بحاول اوريكم كذا واحد علشان اللي ما خدش باله في اول رغيف. شايفين يا دوب الدقيق ده عادي، لو لقيتي دقيق عليه كده ممكن تنفضيه قبل التسويه وممكن تخليه عليه، حتى العيش اللي احنا بنجيبه من بره بيبقى عليه الدقيق ده عادي جدا. اهو بصوا بيتنفخ ازاي من غير ما المس الرغيف. حسيتي جزء اتنفخ معاكي وجزء لا، بتضغطي على الجزء المنفوخ ده لغايه ما يمشي في كل الرغيف وكل الرغيف يقب بالشكل الحلو اللي قدامك ده. مفيش اسهل من كده. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تقدروا تضاعفوا الكميه وتعملوا كميه اكبر من العيش، وطبعا بعد ما يبرد خالص مش وهو سخن بنحطه في اكياس وبنشيله في الفريزر، ينفعك في رمضان، ينفعك في عشاء، في فطار، زي ما انت عايزه، ويطلع لك بالجمال وبالحلاوه وبالبياض وريحه اللي قلب البيت كله بالشكل ده. بصوا الطراوه بتاع العيش، بوريكم قد ايه هو مش ناشف ولا يابس، لان العجينه احنا عجنينها صح، مقدارها مظبوطه، اختمرت بشكل كويس. عشان كده بقول لكم حطوا معلقتين القشطه الاضافه الصغننه قوي دي او ال3 معالق كمان، هيديكم اللون الابيض الناصع ده. بصوا من جوه عامل ازاي ما شاء الله. مفيش بعد كده، ينفع جدا الولاد ياخدوه في المدرسه، احسن كمان من الفينو وانضف 100 مره. هنا بقى كنت بعمل ساندوتش، اعملي بقى ساندوتش جبنه، اعملي ساندوتش فول، اللي موجود واللي متوفر، اهم حاجه اللقمه بتاعتك نظيفه. دي الكميه اللي طلعت معايا. عايزه اوريكم واحد تاني برضو. بصوا اي دقيق زي ده قلت لكم على العيش مفيش مشكله ومش باين طعمه خالص، بالعكس طعم العيش كان تحفه يا جماعه. انا يا دوب قفلت التصوير ورحت على طول واكله الساندوتش اللي كان في ايدي ده. عايزه اقول لكم طعمه يجنن من غير حاجه جواه والله. بصوا ده بقى الرغيف الصغير اللي بقول لكم عليه، تقدروا تعملوا كميه من ده وتحفظوها لرمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين وبألف خير، يعود علينا وعليكم يا رب الايام بكل خير. لو وصلتوا لحد هنا للفيديو يلا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. شكرا ليكم والسلام عليكم. كنت معاكم مها جوهر.